اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا صباح النور والسرور على احلى اخوات متابعين في الدنيا كلها. معلش طبعا بعتذر عن صوتي، زي ما قلت لكم كنت واخده دور برد رخم شويه، والصوت مش عايز يتعدل، مش عارفه اعمل له عماله احاول معاه بجميع المحاولات، سخن مش نافع، اي استحلاب مش نافع، مش عارفه اعمل اللي يعرف ده يهدى شويه مني او يروح من يا ريت يقول لي يعني اعمل فيه. الحمد لله على كل حال. المهم بقى قلت ارجع لكم بقى بفيديو جامد زي كده. كنت رايحه السوق بتاع الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، حمام وفراخ وكده يعني، فقلت اصور لكم بالمره. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الارانب عامله ازاي، وبط وبقى وفراخ وكل حاجه. بس انا مصورتش الحاجات الباقيين، ان شاء الله اروح تاني واصور لكم. هنا زي ما انتوا شايفين الحمام اهو، انا بنقيه. تحبي تعرفي الحمام كبير ولا صغير ازاي؟ زي ما انا بقيته كده. دي ما عجبتنيش، اللي ما بتعجبنيش بسيبها، اللي بتعجبني بديها لها تاني. هو ده كده اللي انا خدته. تلاقي الحمامية كده شكلها كبير وجميلة ومنفوخة كده، لا ما تستهونيش بكده، لان هي بتبقى نفخة مية، بتقعد تديله ببقها كده مية مية مية، فبتخليه يشرب. وانت تقولي بقى دي الحمامية كبيرة قوي، اول ما تتذبح ما تلاقيش حمام معاكي، لا صغننة جدا. بس كده زي ما قلت لكم. الحمامية عشان تشوفيها مليانة ولا لأ، من عند الصدر بتاعها كده، من تحت الجناحين تمسكي كده وتضغطي. مش تضغطي قوي ضغطة يعني جامدة، لأ، اللي هو تشوفي فاضية ولا مليانة. هتلاقي معاكي بصي اهو، الصباعين ما يقفلوش على بعض، اهم حاجة. لو الصباعين دول ما قفلوش على بعض، تعرفي ان الحمامية صدرها مليان، او هي يعني مليانة كده حلوة، مش مليانة مية مليانة لحم. انما اللي مليانة مية دي اثناء ما بتتذبح خلاص كله نزل مع الذبيح والدم وكده، خلاص ما بقاش فيه بقى. بس كده يا حبايب قلبي، نقيت منها. وده البط زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، كانت بتقولي البط على 150. انا ما بعرفش في البط يعني ما اعرفش ان كان ده غالي ولا رخيص، انما بعرف في الارانب وبعرف في الحمام. فقلت لها لا انا مش عايزه، كانت عايزه تديني بطيتين باي طريقه، قلت لها لا انا عندي مش عايزه. وهنا ذكر الارنب دوت بخمسة اللهم صل على سيدنا محمد. قالت لي ب60 جنيه. قالت لي الذكر ب60 جنيه، كيلو ونص. وما شاء الله الارانب بتاعتها جميله جدا. والحمام قالت لي ب85. خدته اخره على 80 جنيه، وفي اللي بيبيعه ب70 جنيه برضو. يعني قالت لي في كذا حد مش هي بس. ارجع لكم تاني بس ثانية. هنا بقى البغبغانات وحمام برضو وعصافير صغننة وكل حاجة. بنتي حبت تسأل على حاجة كده عجبتها، سألنا عليه لقيناه الجوز ب700 جنيه. قلت لها لا ده رخيص جدا، قولوا له ب1000 جنيه بلاش. وقعدنا نضحك وخدت بنتي ومشيت. بس يا حبايب قلبي، وهنا زي ما انتوا شايفين بقى جينا عند بتاع المكرونات. هنا بس كيس المكرونة بكام؟ ب7 جنيه. انا بجيبه من عندي او من اي ماركت او من اي محلات ب10 جنيه، واكيد كلكم كده برضو. ده هنا عنده ب7 جنيه، اي كيس مكرونة ب7 جنيه، ما عدا الكبير دوت. قال لي بكام مش عارفة، ب18. لا ب18. والصغير ده كله ب7 جنيه. جبت منه برضو اللي ربنا اذن بيه، وجبت منه كذا حاجة اصورها.